هل كل الكسور تحتاج إلى تدخل جراحي؟ هذا السؤال يشغل بال كثير من المرضى الذين يتعرضون لإصابات في العظام. في الحقيقة، هناك أنواع معينة من الكسور تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، بينما يمكن علاج أنواع أخرى باستخدام الجبيرة فقط. لفهم الأمر بشكل دقيق، يجب أن نعرف عوامل اتخاذ القرار بشأن العلاج. الاعتبارات الأساسية في علاج الكسور عند حدوث كسر في أي عظم من عظام الجسم ينظر إلى عاملين رئيسيين لتحديد طريقة العلاج: إعادة موضع الكسر، رد الكسر. الهدف هو إعادة العظام إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الكسر. إذا ترك الكسر دون إعادة تصحيح وضعه، فإن التئام العظم سيكون خاطئاً، مما يؤدي إلى مشاكل مستقبلية مثل ضعف الوظيفة الحركية أو تشوه في الشكل. الرد يمكن أن يكون بطريقتين: رد مغلق يتم بدون شق جراحي باستخدام تقنيات تعتمد على المناورات اليدوية مثل الشد أو التعديل الخارجي. رد مفتوح يتم جراحياً بفتح موضع الكسر وإعادة العظام إلى مكانها الصحيح بدقة عالية. تثبيت الكسر: بعد رد الكسر يجب تثبيته لضمان عدم تحركه مجدداً أثناء فترة الشفاء. التثبيت يمكن أن يتم بطريقتين: تثبيت داخلي باستخدام أدوات جراحية مثل الصفائح، المسامير أو الأسياخ. تثبيت خارجي مثل الجبيرة التقليدية أو أجهزة التثبيت الخارجية. ما هي الكسور التي تستدعي التدخل الجراحي؟ 1. الكسور المفصلية هي الكسور التي تصل إلى سطح المفصل، مثل كسر عظمة الساق تيبيا عند الركبة. لماذا تحتاج إلى جراحة؟ إذا لم يتم رد الكسر بدقة تامة وبشكل تشريحي، فقد يؤدي ذلك إلى خشونة المفصل في المستقبل، مع آلام مزمنة ومحدودية في الحركة. الرد الجراحي يضمن إعادة سطح المفصل إلى شكله الطبيعي، مع تثبيت داخلي يحقق استقراراً مثالياً. الكسور غير الثابتة تشمل الكسور الحلزونية أو المائلة التي تكون عرضة للتحرك مجدداً بعد ردها. لماذا الجراحة ضرورية؟ هذه الكسور، حتى إذا تم تثبيتها بالجبيرة، قد تتحرك مرة أخرى بسبب طبيعة شكلها، مما يؤدي إلى فشل العلاج. الجراحة توفر تثبيتاً داخلياً باستخدام صفائح معدنية أو مسامير لضمان استقرار الكسر. 3. كسور عنق الفخذ تعتبر من أخطر أنواع الكسور، خاصة لدى كبار السن. لماذا تحتاج جراحة دائماً؟ عظم عنق الفخذ يحتوي على أوعية دموية حيوية تغذي رأس عظم الفخذ. إذا لم يعالج الكسر بسرعة وبطريقة صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى انقطاع التروية الدموية عن رأس الفخذ، مما يسبب تموت العظم avascular necrosis. العلاج الجراحي يشمل إما تثبيت الكسر ببراغ أو استبدال المفصل بالكامل في بعض الحالات. ما هي أدوات التثبيت المستخدمة في الجراحة؟ 1. المسمار النخاعي intramedullary nail يستخدم في تثبيت العظام الطويلة مثل عظم الفخذ أو الساق. يتم إدخاله داخل القناة النخاعية للعظم وتثبيته بمسامير عند النهايات. الصفائح المعدنية plates تثبت على سطح العظم باستخدام مسامير. تستخدم في العديد من الكسور، وخاصة العظام المسطحة أو الكسور التي تحتاج إلى تثبيت دقيق. 3. أسياخ كيرشنر وايرز تستخدم في الكسور الصغيرة أو القريبة من نهايات العظام، مثل كسر عظمة الكعبرة. يتم تثبيتها غالباً تحت تخدير موضعي. 4. البراغي فقط تستخدم في بعض الحالات البسيطة، مثل كسور عنق الفخذ لدى المرضى الأصغر سناً. حالات خاصة: الكسور عند الأطفال. يتميز عظم الأطفال بقدرته العالية على الشفاء، ولهذا تستخدم غالباً أدوات تثبيت أقل تعقيداً مثل الأسياخ أو الجبيرة. المرضى كبار السن. إذا كان الكسر في عنق الفخذ، قد يتم استبدال المفصل بالكامل لتجنب المضاعفات المحتملة، خاصة إذا كان هناك هشاشة عظام. ختاماً، يعتمد قرار العلاج دائماً على نوع الكسر، موقعه، وحالة المريض العامة. إذا كان لديك أي استفسار حول نوع معين من الكسور، فلا تتردد بمشاركته في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري.